أفريقيا السوداء. على الضفة الغربية من نهر النيل، تحديدا في جمهورية الحومدية العظمى، في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، يوم الخميس 30 محرم 1410 هجريا، الموافق 31/8/1989، يوم من أعظم أيام البشرية. في حارة صغيرة من إحدى حواري الحومدية، اتولد رجل الأعمال ورئيس شعبة الاستقلال المالي عمر عبد الرحمن أحمد محمد رمان. واللي مش عارف ايه هو الاستقلال المالي، كنت عرفته في بوست في اكتوبر 2018، بس انت بتنسى. نقوله تاني: هو يستقل عنك المال وان تستقل انت عن المال. يعني انت من سكة وهو من سكة، ابشر. ومن يوم ما اتولدت وانا بحاول. طول عمري مقتنع بالمقولة اللي بتقول الشغل مش عيب، الشغل عند الناس هو اللي عيب. ودي برضه انا اللي قلتها في 2017. اشتغلت كذا شغلانة وفتحت كذا مشروع، بس الحمد لله ما كانش فيه توفيق إلا تفصيل البناطيل. الحمد لله دي الحاجة الوحيدة اللي شايف إني نجحت فيها. مهما كان رأيك، هو المستوى اللي وصل له الشغل مش هو اللي في دماغي لسه، بس لحد كده كويس أوي الحمد لله. حتى الترنج ده أنا اللي مفصله. قررت أغير طريقة تفكيري وأعيد ترتيب أحلامي، وزي ما بيقولوا أعمل مع نفسي وقفة زي دي. لا مش دي ولا دي. هو الفيديو باظ ولا ايه؟ المهم، وزي ما انتوا شايفين، شلت الافكار الوحشة كلها من دماغي عشان نبدأ من اول ونضيف. لو وصلت في الفيديو لحد هنا يبقى الكلام جابك وهتكمل، وكل اللي عدى ده مقدمة للي جاي. هسيبك تعيش. اجمل فاصل ونكمل كلامنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب، فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره، فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب. إليك غصونا دانيات قطوفها، ومنبع خيرات يفيض وقد نضب. سلام وإحسان وصبر وجيرة، وأفعال خير تستزاد بها الرتب. وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب. وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب. فتلك معاني الخير خط بها الأدب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب، فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره، فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب. إليك غصونا دانيات قطوفها، ومنبع خيرات يفيض وقد نضب. سلام وإحسان
وصبر وجيرة وأفعال خير تستزاد بها الرتب، وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب. وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب. فتلك معاني الخير خط بها الأدب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب، فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره، فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب. إليك غصونا دانيات قطوفها، ومنبع خيرات يفيض وقد نضب. سلام وإحسان وصبر وجيرة وأفعال خير تستزاد بها الرتب. وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب. وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب. فتلك معاني الخير خط بها الأدب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب، فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره، فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب. إليك غصونا دانيات قطوفها، ومنبع خيرات يفيض وقد نضب. سلام وإحسان وصبر وجيرة وأفعال خير تستزاد بها الرتب. وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب. وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب. فتلك معاني الخير خط بها الأدب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب، فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره، فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب. إليك غصونا دانيات قطوفها،
ومنبع خيرات يفيض وقد نضب، سلام وإحسان وصبر وجيرة، وأفعال خير تستزاد بها الرتب، وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب، وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب، فتلك معاني الخير خط بها الأدب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب، فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب، فكن راضيا ترضي الإله بأمره، فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب. إليك غصونا دانيات قطوفها، ومنبع خيرات يفيض وقد نضب، سلام وإحسان وصبر وجيرة، وأفعال خير تستزاد بها الرتب، وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب، وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب، فتلك معاني الخير خط بها الأدب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب، فلن يغنه. نبدأ بسم الله. ده الدور الأول، هو عبارة عن اسطبل خيل، وهيبقى المسؤول عنه محمد أخويا، هو اللي في السكة دي. هبدأ من البوابة. أول ما تخش من البوابة هتلاقي قاعدة عربي، عشان اللي جاي من بره عايز يريح ولا حاجة يريح، وحبايبنا بتوع الخيل بيحبوا يقعدوا جنبيها ما يبعدوش عنها. وهنا هيبقى الجراج بتاع الأسوزو الاتنين كابينة، وديت هتبقى الأوضة بتاعت الغفير والسواق والسايس والعامل محمود القرش، وهنجوزه البت يمنى عشان ما يبقاش غريب في وسطنا. وده السلم يطلعك فوق للدور التاني، وبعديها اوضه السروج اللي بنحط فيها السروج بتاعه الخيل، وبعديها عياده بيطريه للدكتوره شروق عشان تبقى هي اللي مسؤوله عن الاسطبل. مش هيبقى عندنا دكتوره بيطريه ونجيب دكتور من بره، وليها برضه باب على الشارع عشان تشتغل. اللي بعديه ده بوكس عزل، عشان لو في حصان تعبان ولا حاجه يبقى جنب العياده على طول. ولو في حصان جاي من بره نحطه هنا شويه قبل ما يختلط بالخيل عشان لو في حاجه. وبعديه اهم حاجه في البيت، المسجد. ده مسجد اهوت وليه باب من بره عشان اللي عايز يخش يصلي، وديت الميضه والحمامات بتاعته. بعد المسجد المعلف اللي هيبقى فيه الاكل بتاع الخيل. بعد المعلف 3 بوكسات النتي، وفي بوكس كبير اهو ممكن نحط فيه الفراشات او ممكن نحط فيه المهاره الصغيره. وهنا فيه 4 بوكسات للدكوره. بعد ال4 بوكسات بتوع الدكوره هيجي المشطف عشان اهم حاجه نظافه الخيل. الحته اللي في النص دي بقى في ناس كتير تعرفها، ده منيش، واللي ما يعرفش يعني منيش ملعب للخيل، وممكن نلعب فيه كوره برضو بعد اذن الخيل. وده حمام سباحه عشان الخيل، السباحه بالنسبه لنا مهمه جدا. وممكن برضو احنا بنغير الميه كده ننزل ناخد غطسين يوم جمعه ولا حاجه عادي. وده بقى جهاز تدريب للخيل، بياخد 4 نتي او دكرين، وشغال يعني مش بعيد. بص الجهاز شغال بس. وده بقى الدور التاني، لعبنا شوية نشتغل شوية نخش في الجد بقى. هو عبارة عن مصنع ملابس صغير. أول حاجة طبعا عارفينها السلم، واللي بعديه الفسحاية عشان اللي شغالين معايا ما يطلعوش ريست بره، يقعدوا هنا براحتهم يتفرجوا على الخيل يعملوا اللي هم عايزينه. ودوت الكانتين ليه شباك اهوت عشان الباب ده يتقفل خالص عشان عارف العيال المساعدين الحرامية. بعديه الحمام بتاع البنات، بعديه المصلية بتاعت البنات.
الحتة الكبيرة ديت القص هاني عبد الله والرجالة بتاعته. ودوت مكتب التخطيط والإدارة اللي هيكون فيه مفاجأة. التخطيط هيبقى أبويا والمدير هيبقى إسلام أخويا، هما بيعرفوا يتفاهموا مع بعض. دي هتبقى معجنة، هنا هتبقى معجنة. وبعديهم على طول مكتب محمد حسين بتاع الباترون عشان يسلك، قصدي عشان يرسم ونشتغل. ودي طبعا البلكونة اللي أنا واقف أنا ومحمد حسين فيها نحدف خيط على محمود القرش هنا في الأوضة بتاعته. وديت أوضة التوزيع اللي بتاخد الشغل من القص توزعه على الخطوط. بعديها على طول بقى أوضة حبيبنا محمد خيط، وليها شباك مناولة عشان الباب ده يتقفل خالص، والكلام ده لعم حلمي عشان ما يخشش يريح جوه. الحتة الكبيرة دي بقى اللي هتبين اللي ورايا واللي قدامي، دي هيبقى فيها باقة من ألمع نجوم الملابس، أنا وسيد كوانا والليمبي وأحمد عرفة ومحمد حسن وحسن وأبو عاصي وعم حلمي وأحمد رشاد وحسام ومحمود القرش وكل حبايبنا عشان ما ننساش حد. هنشتغل 3 ورديات عشان حبايبنا كتير والمكان مش هيكفي. ويبقى المشرف بتاعنا شريف مجدي عشان ارفده كل يوم الساعة 4:30، وابعت له أحمد رشاد بالليل يقول له تعالى الشغل بكرة. الحتة اللي ورا دي بقى ملناش دعوة بيها، دي هتبقى التعبئة. فليكس والعصابة بتاعته هم يعيشوا مع بعض. وده سلم تاني عشان الزحمة بس. ده بقى الدور التالت، لعبنا مع الخيل واشتغلنا في المصنع، نطلع نريح بقى شوية. أبسط دور في التلاتة. أول حاجة السلم اتكلمنا عنه في الدور الأول والتاني. تاني حاجة الفراندا بالأرج الحلو بتاعها، وديت هتبقى القعدة بتاعت أبويا وأمي ومراتي بيعشقوا الحاجات دي. وده مطبخ فاتح عليهم عشان الشوي بقى واللازم منهم. وده حمام، ودي أوضة أبويا وأمي نورت البيت ربنا يبارك فيهم. وبعدين الصالة، وديت أوضة الأولاد ولادي، واللي جنبها أوضة البنات. أوضة الأولاد فاتحة على الصالة، وأوضة البنات من جوه مستورة. وبعدها حمام، بعد الحمام المطبخ، بعد المطبخ بقى أوضتي أنا وأم يمنى ربنا يخليها لي وفيها حمام خاص. آخر حاجة هنشرحها، أنا عارف أنت مش عايز الفيديو يخلص بس معلش، الونش دوت تبع المصنع في الدور التاني، بس كان لازم نشرحه مع الدور التالت. ينزل شغل ويرفع قماش، ينزل شغل ويرفع قماش. واللي هيبقى مسؤول عن تشغيله طبعا محمود القرش. الواير بتاعه هيبقى عند محمود في الأوضة، والونش ده شغال يخش المصنع ياخد الشغل وينزل على العربيات تحت. وشكرا. مستغرب من اللي شفته مش مهم، المهم انك شفته. انا عن نفسي مستغرب برضه، والاغرب اني ما ترددتش لحظه ان اعمل الفيديو ده. لو وصلت لحد هنا من الفيديو بجد احييك على صبرك. اما بقى لو عجبك الفيديو شيره، يمكن تجيلي فرصة ويستعينوا بيا في كليات الهندسة في اوروبا كمعيد حتى، انا مش طماع. واي حد خريج هندسة محتاج شرح او اي حاجة انا زي اخوك، اوعى تتكسف. ما طولش عليك، قول لا طول. نصيحة اخيرة بس، وقتك وفكرك ملكك مش ملك حد تاني، وانك تصبر المدة دي كلها عشان تشوف فيديو انا اللي عامله بتكلم فيه على حاجة تخصني، يبقى انا كده امتلكت المدة دي من وقتك وفكرك، عشان اكيد دماغك مشغولة باللي انت شايفه وسامعه. وان ربنا يوفقني وانجح في ان امتلك وقتك وفكرك المدة البسيطة دي انت وكل اللي شاف الفيديو، فمش كتير على ربنا انه يحقق لي حلمي. ادعولي. اهم حاجة تبعد عن الذنوب، هي سبب تأخير كل الخير اللي جاي لك وسبب عدم التوفيق في حياتك. واسأل مليون مجرب، وهات اخرك في القرب من ربنا زي ما بنعمل في اي حاجة تخص الدنيا عشان ما تروحش مننا. رضا ربنا والسلام أهم من عليكم أي ورحمة شيء. الله وبركاته. أنت عايش عشان ترضى ربنا، ولو رضي عنك يسعدك وهناك. ربنا يجمعنا في الفردوس الأعلى صحبة مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. سقفها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة.